الناس اللي بتسألني انت ناوي تغير زيت الفتيس ولا لا في عربيتك الميجان 4 موديل 2019 اللي عامله 60,000 كيلو. اه طبعا يا فندم. هو انت فاكر ان بعد التجربه اللي احنا عملناها امبارح دي باستخدام جهاز جبته من امريكا بيقيس جوده زيت الفتيس، وطلعت جوده زيت الفتيس 20%. والحقيقه عشان برضه اوضح للناس، انا اصلا كان في المشكله عندي ايه لما بقرص على العربيه جامد، يعني 5.5 RPM بتظهر عندي لمبه تشيك البوكس كويس. وبعدين عشان انا طبعا اللي عارفني عارف ان انا يعني متخصص، نفس الوقت انا ما عنديش مركز ولا حاجه، بس عندي جميع الاجهزه اللي تخليني ابقى عندي مركز صغير في البيت لعربيتي يعني. فانا عندي جهاز الاو بي دي دياجنوزس بتاع رينو، وكنت بدخل اشوف البارامترز لايف. ولما بتظهر لي لمبه التشيك بوكس كنت بلاقي حراره الزيت بتوصل 100 و110، برغم العربيه وهي جديده حتى مع القرص عمر ما حراره الزيت زادت على 65 70. فطبعا ده اللي اكد لي موضوع ارتفاع حراره الزيت، شككني في الزيت. فكده الزيت محتاج تغيير. وكمان بعد ما جبنا الجهاز ده وشفنا امبارح ان ازاي جودة الزيت ضعيفة جدا، كان لازم بصراحة ان انا هعمل لكم ان شاء الله فيديو عن تغيير زيت الفتيس في العربية الميجان، وهوريكم مكان الطبة بتاعت الزيت، وهنفرغ الزيت، وهنغير الفلتر اللي انا وريته لكم برضو قبل كده، الفلتر اللي ورا الكولر اللي هو الفلتر الحشو اللي ورا كده، عشان لازم يتغير لان الفلتر ده بيتسد فبيعوق مجرى سريان الزيت. وهنقفل ونعبي الزيت من مكان المقاس من فوق. انا هعمل لكم ان شاء الله فيديو بكره او بعده عن الموضوع ده يعني، وعشان برضو الناس اللي بتسأل ايه هو الجهاز ده امبارح احنا عملنا عليه ريفيو، عملنا تيست. هو جهاز متخصص في قياس جودة زيت الفتيس، والبروب بتاعه بينزل في المكان بتاع مقاس زيت الفتيس بسلك طوله حوالي 2 متر. واللي ما عندوش مقاس زيت فتيس بيحطه مكان الطبه، بيفك الطبه بتاعت الكشف ويحطه. حتى الجهاز ما كانش معروف قوي هو ده ايه، لانه وارد امريكا فكان محجوز في الجمارك. تمام. فعشان بس الناس اللي بتسأل، انت هتحتاج ايه عشان تغير زيت الفتيس في العربيه الميجان او في العربيه بتاعتك؟ هتحتاج الزيت وفلتر الحشو. الفلتر المعدني ده احنا بنقول اصلا انا نزلت المانيوال بتاع الفتيس بتاع الميجان 4 اللي هو GF 015 اي اكسترونيك. الفتيس ده بتاع نيسان، موجود في عربيات جوك وكاشكاي ومتسوبيشي ميراج وبعض عربيات السوزوكي، وموجود في عربيات النيسان الالتيما والسنترا وهكذا. فهو الفلتر اللي هو التاني المعدني ده بيبقى عمره ضعف الفلتر الورقي، فاحنا هنغير الفلتر الورقي بس. فانت محتاج الحاجات دي. انت محتاج تجيب الزيت NS3 المواصفه بتاعت العربيه، او ايا كان بقى على حسب عربيتك انت، على حسب المواصفه الزيت الاصلي. ومحتاج الفلتر اهو اللي هو الفلتر الحشو اللي بيبقى عملت لكم فيديو عليه، اللي بيبقى موجود عند الكارتيره. وهنشوف ان شاء الله عمليه التغيير ان شاء الله بتاعه الكلام ده بكره ان شاء الله. فتابعونا على القناه عشان تشوفوا معانا كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.